اكبر دليل يثبت ان عقلية تروب ما ينفعش تدرب النادي الاهلي هو ملف كاموش. هتقولي ليه؟ هقولك تعالى كده نفترض جدلا ان كاموش ده اسوأ لاعب في العالم، وان النادي الاهلي قرر يرجعه لناديه، وبكده مش هيكمل ومش هندفع بقية الاقساط، ولما تكون متسهلالك المنطقي وقتها تنهي الملف وتخلص بقى. لكن لا، يقوم البروفيسور تروب يقول لك لا انا محتاجه ومش عايز امشيه. يا عم ده انت ما بتحطوش على الدكه حتى، هتحتاجه في ايه؟ يقول لك بقى هي كبرت في دماغي انا محتاجه. هو انت بتعاقبه يعني مثلا؟ ما هو انت لو بتعاقبه عشان قال ان الاهلي تدريباته اسهل من فريقه القديم، وانه اتفاجئ ان تدريبات الاهلي بسيطه جدا اكنها تدريبات مبتدئين، طب انت يا عم تروب زعلان لانه قال الحقيقه، ولا زعلان لانه كشف للناس كلها انك فنيا ضعيف؟ ما هي لما اللعيبه اللي معاك تروح المنتخب وتلعب بشكل قوي وترجع النادي تلعب بشكل ضعيف، يبقى اكيد في حاجه غلط. ولكن المشكله ان التصريحات دي طلعت من كاموش اللي احنا كده كده عارفين ان هو لاعب ضعيف، فما بالك بقى لو لاعب قوي طلع وقال التصريحات دي؟ قول لي بقى انت، هل تروب قوي فنيا ولا ضعيف؟ وكالعاده ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.